السلام عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة ورقة اللحمة المشوية في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يعني لو عندك نص كيلو لحمة أو حتى ربع كيلو هتعملوا منه وليمة هتكفي عيلة كبيرة، وطعم الخضار فيها أطعم من اللحمة كمان. صينية مغذية جدا واللحمة والخضار دايبين على الآخر، وريحتها هتجيب لآخر الشارع. هتعمليها أحلى من المطاعم بكتير. وهنعمل جنبها شوية رز بشعرية مفلفلين وطعمهم تحفة. ياريت لايك للفيديو ونسمي الله ونبدأ. معايا 600 جرام من اللحمة، يعني نص كيلو زايد حاجة بسيطة، ومتقطع شرايح علشان تكون تسويته أسرع، سواء كانت سميكة أو رفيعة. ولو قطع أو مكعبات مش هتقول لأ. ومعايا التوابل اللي هنتبلها بيها، عبارة عن معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود وتوابل اللحمة وحبهان على ورق لورا مطحونين ناعم وكزبرة وكمون. وهنفرك اللحمة مع التوابل كويس جدا لحد ما تتشربها تماما. في حلة أو طاسة على النار هننزل فيها بمعلقة كبيرة من السمنة أو الزبدة، وأول ما تسخن كويس جدا هننزل فيها بشرايح اللحمة، وهنحط كل قطعة جنب التانية. ما تحطهاش على بعضها علشان ما تقللش من حرارة الطاسة وتنزل ميتها. وهنخلي النار عالية جدا، وأول ما تاخد لون وتحميرة حلوة من تحت هتقلبيها على الناحية التانية علشان تحمر وتاخد لون حلو قوي من الجنبين. ومن وقت للتاني هنحاول نقلبها على كل جنب شوية، وزي ما قلتلك لازم تشوحيها على نار عالية، لأن النار الهادية هتخليها تنزل السوائل أو المية اللي فيها وتكون ناشفة بعد كده. وأول ما تاخد لون من الجنبين هننزل عليها ببصلاية كبيرة متقطعة شرايح أو جوانح بالشكل ده، وهنكمل تشويح اللحمة مع البصلة، ده بيخليها أطعم وأحلى. وكرملة البصلة مع اللحمة بيخلي اللحمة نكهتها قوية ومسكرة، وطعمها بيكون تحفة جدا. أنا سبتها على النار حوالي 10 دقايق. ولو اللحمة بتاعتك كبيرة يبقى هتزودي لها ربع كوباية مية، وتهدي عليها النار وتغطيها وتسيبيها حوالي تلت ساعة علشان ما تغيبش في التسوية وتدوب وتستوي أسرع مع الخضار بعد كده. في الوقت ده كانت أخدت اللحمة اللون الحلو واتطعمت من البصل اللي كمان شوحناه معاها. هنبدأ نشيلها من على النار، وهنشيل كمان البصل المتكرمل معاها، وفي نفس الطاسة هننزل فيها بالخضار اللي معانا. احنا محتاجين الصوص اللي نزلته اللحمة مع البصل، وكمان المادة الدهنية هتخلي الخضار طعمه وريحته مميزين جدا. والخضار اللي معايا عبارة عن فاصوليا خضراء وبسلة وجزر وبطاطس وفلفل أخضر وألوان، وكمان بصلتين كبار. وتقدري تستخدمي أي نوع خضار بتحبيه ويكون متوفر عندك. كان نفسي أضيف كمان كوسة، بس للأسف ما كانش عندي. بيكون طعمها مع ورقة اللحمة تحفة جدا. وطبعا تقدري تحط أي كمية انت عايزاها من الخضار، يعني ما تلتزميش بكمية معينة من الخضار. وهنشوح الخضار مكان اللحمة لمدة دقيقة، وهننزل بمعلقة صغيرة من الثوم المهروس أو المفروم، وحبتين من الطماطم متقطع قطع أو مكعبات، وهننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الصلصة أو معجون الطماطم علشان بيخلي لون الخضار واللحمة حلو قوي. وهنقلب كل المكونات دي مع بعضها كويس، وبعد كده هنبدأ نضيف التوابل ونبهر الخضار زي ما بهرنا اللحمة. حطينا معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكزبرة ومن السبع بهارات، وضفنا كمان نص معلقة صغيرة من الحبهان على ورق اللورا المطحون، ولو حابة تزودي شوية من جوز الطيب مفيش مشكلة. وتقدر تحط أي بهارات متوفرة عندك، إن شاء الله حتى يكون ملح وفلفل أسود وخلاص، وبرده هيكون طعمها في منتهى الجمال. احنا مش بنسوي الخضار، احنا يا دوب بنشوحه بس، وبنضيف له التوابل مش أكتر من كده علشان لسه هيستوي مع اللحمة، يعني شوحناه لمدة دقيقتين مش أكتر. وهنحضر الصينية اللي هنسوي فيها اللحمة، هنغلفها بورق الفويل، وحطيت ورقة بالطول وعليها ورقة كمان بالعرض علشان تحبس البخار، لأن هو اللي هيسوي الخضار واللحمة بعد كده. وهنفرد ورقة زبدة علشان تكون عازل بين الفويل وكمان الأكل بتاعنا، وهننزل عليها بالخضار، وهنرص عليها قطع أو شرايح اللحمة مع شوية البصل اللي كان متكرمل معاها. ولو كنت عايزة اللحمة دايبة وجوسي يبقى هتقلبيها مع الخضار وبعدين تحطيها في الصينية. أما لو كنت عايزاها زي المشوية فهترصيها على وش الخضار زي ما عملنا. وعلشان اللحمة بتاعتي مش ناعمة قوي فضفت عليها ربع كوباية من المية السخنة، ده علشان تسرع من تسويتها معانا. وهنحط ورقة زبدة على الوش ونقفل عليها بورق الفويل كويس جدا،
وحطي أكتر من طبقة علشان نكون متأكدين من حبس البخار جواها علشان تستوي معانا بشكل مظبوط. وهناخدها وندخلها الفرن ونكون مسخنينه من قبلها كويس جدا. هنحطها على أرضية الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة بس. وبعد ربع ساعة هتطلعيها على الشبكة في تاني رف من تحت، وهتهدي النار للوسط وتخليها 180. هتاخد تسوية من 50 ل60 دقيقة. تعالوا بقى نحضر جنبها شوية رز بالشعرية، حاجة كده قمر. هنحتاج لكوبايتين من الرز ومعاهم كوباية شعرية. هنغسل الرز ونصفيه من المية كويس جدا، وفي حلة على النار هننزل فيها بمعلقتين كبار من السمنة وعليهم معلقتين كبار من الزيت. وأول ما يسخنوا هننزل عليهم بالشعرية ونقلبها باستمرار لحد ما تاخد لون دهبي كويس. وما تشيليش ايديك من التقليب علشان تكون الشعرية واخدة درجة لون واحدة، مش واحدة فاتحة وواحدة غامقة، وده بيكون اللون المظبوط ليها، دهبي فاتح، فما تغمقهاش عن كده. في الوقت ده هننزل عليها بالرز اللي احنا غسلينه ومصفينه من المية كويس جدا، وهنضيف عليه معلقة من الملح وحاجة بسيطة من الفلفل الأسود، وتقلبيهم لحد ما نشوح الرز مع الشعرية. ده بيخلي الرز مفلفل وعمره ما يعجن منك أبدا. وهننزل عليهم بالمية، وتكون سخنة أو مغلية يكون أفضل. لكل كوباية رز بتاخد كوباية من المية، فاحنا معانا كوبايتين رز وكوباية شعرية يبقوا 3 كوبايات، فأخد حوالي 3 كوبايات من المية. وأول ما يتشرب ميته هنهدي عليه النار خالص علشان يكمل تسويته ويتشمع معانا. بنديله تقليبة وبنقلب الجوانب، وكمان بنقلبه من تحت لفوق علشان يكون مفلفل أكتر ويستوي مظبوط. وهنغطيه لمدة 5 دقايق أو 7 دقايق كمان، وبعدين نطفي عليه النار. وهنا كانت اللحمة استوت فخرجناها من الفرن، يعني كان مر عليها حوالي ساعة. تعالوا بقى نكشفها ونشيل ورق الفول من عليها وكمان ورق الزبدة. اللهم بارك، ريحتها قلب البيت كله، وشكلها كمان تحفة، لونها وشكلها زي المشوية بالظبط. يعني لو عملتيها في أي عزومة أو مناسبة حاجة تشرف بجد. وشكل الصينية فاخر جدا، كأنك عاملاه أو جايباه من أفخم المطاعم. ما شاء الله، اللحمة مستوية ودايبة جدا، وكمان قطع الخضار مستوية ودايبة على الآخر، حاجة كده في منتهى الجمال. تعالوا بقى نغرفها في طبق التقديم ونقدم جنبها الرز بشعرية اللي احنا عملناه ومعاها الخضار، حاجة كده ما شاء الله. اللحمة مستوية ودايبة على الآخر، وريحتها وطعمها مميز جدا زي المشوية بالظبط، وطعم الخضار أحلى من اللحمة كمان. وبألف هنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا. أتمنى يكون فيديو النهاردة نال إعجاب حضراتكم. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو أول مرة تشوفيها. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. دمتم بخير وصحة وحفظ من الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله.